نديم، ايه ده راح فين؟ نديم، ايه يا ابني دوامك في السرير وقعده كده؟ زهقت من نومة السرير يا موسى، زهقت. ايه ده؟ إيه اللي جابه ده؟ يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويطلع بره، بره، اقعد ريح بس. بره. في ايه؟ في ايه؟ يا ابني انا لو عايز اسيك انا كان في ايدي بدل الفرصه 3. عارفهم ولا اعدهم لك؟ كلام فاضي. انت عايز تخلص مني عشان عرفت كل حاجة. ايه اللي انت عرفته انت راجل؟ ولا اي حاجه يا موسى. هو عمال بيلف حواليا زي الدبانه ونفسه يطلع بمعلومه واحده ولا اي حاجه. لا بقول لكم ايه، انا مش هقف وسطكم وطيشه كده. في ايه؟ بتبطلوا لعب العيال ده؟ لعب العيال ده هو اللي عايز يحمي العيلة من شر اخوك. عارف يا موسى اخوك اللي مش لاقي ياكل ده وجالك عشان تحل له مشاكله، كان شغال ايه في لبنان؟ كان شغال رجل اعمال كبير قوي، عنده مصانع وشركات وهلمه، وكان كل شهر بيبعت الارباح بتاعته على حساب حد هنا تبعه، وشهر ورا التاني بقى عنده ثروه كبيره، وفجاه طلعت في دماغه صف الاملاك بتاعته دي، وفعلا عمل كده وبعت كل الفلوس على نفس الحساب بتاعه اللي هنا. والمفاجأة يا موسى إن كل الفلوس دي خرجت من البنوك في يوم واحد، نفس اليوم اللي رجع فيه من لبنان. أخوك اللي مش لاقي ياكل يا موسى ده وجاي لك عشان تحل له مشاكله وبيدعي الفقر، عنده مليارات يا موسى، مليارات. ايه اللي انا بسمعه ده؟ انت عندك الفلوس دي كلها وبتدعي الفقر؟ انت بتكذب عليا تاني يا راجل؟ تاني؟ كذاب و60 كذاب. وانت عارف يا موسى ان هو طول عمره بيغير مني. لو انا كداب اسال رؤوف الديناري او متولي ابن عمك. اما نور اللي انت بعتها عشان تخلص مني دي حسابها معايا بعدين. نورة اللي انت لفيت عليها وحاولت تعرف منها اخباري، صح؟ راجل، في ايه بالظبط انت مخبيه ومش عايزنا نعرفه؟ مفيش اي حاجه يا موسى. انت هتعوم على عوم ولا ايه؟ انت عارف مخبي يا موسى؟ مخبي بنتي يا موسى، بنتي يا موسى. بنتك يعني ايه؟ ايوه بنتي اللي انا قعدت ادور عليها سنين طويله وما لقيتهاش. راغب يعرف مكانها يا موسى وسايب اخوه بيتعذب السنين دي كلها يا موسى. الكلام ده صحيح؟